ليفربول يقرر إقالة سلوت نهاية الموسم، وألونسو الأقرب لخلافته. المدرب الإسباني يطلب البقاء على صلاح وفان دايك وأليسون لموسم إضافي. في تطور هز عشاق الريدز، كشفت صحف إنجليزية كبرى أن نادي ليفربول اتخذ قراراً حاسماً بإقالة المدرب الهولندي أرني سلوت من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج المخيبة على المستويين المحلي والأوروبي، والتي بلغت ذروتها بالخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، والخروج المبكر من كأس الرابطة، وتراجع الفريق في جدول الدوري الإنجليزي. القرار لم يعلن رسمياً بعد، لكن المصادر تؤكد أنه حدث بنسبة كبيرة جدا، وسيتم الإعلان عنه رسميا مع نهاية الموسم الحالي، احتراما للمرحلة المتبقية من المسابقات المحلية. في المقابل، كشفت المصادر أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل في التحرك لحسم هوية المدرب البديل، وأن المفاوضات جارية حاليا مع المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، والذي يعتبر الخيار الأقرب والأكثر احتمالاً لخلافة سلوت في ملعب أنفيلد، حيث تربطه علاقة خاصة بنادي ليفربول الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2004 و2009، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الريدز. المصادر تؤكد أن هناك محادثات بالفعل بين الطرفين، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة، خاصة بعد أن أبدى ألونسو موافقته المبدئية على تدريب ليفربول بشرط الحصول على بعض الضمانات المتعلقة ببناء الفريق والصلاحيات في ملف الانتقالات. بحسب المصادر المقربة من المفاوضات، فإن تشابي ألونسو وضع عدة شروط لإدارة ليفربول لقبول تدريب الفريق، كان أبرزها بناء فريق جديد. ألونسو يسعى لإعادة بناء الفريق بشكل جزئي مع الاعتماد على مزيج من الخبرة والشباب. طلب البقاء على الثلاثي الأسطوري. ألونسو طلب من إدارة ليفربول البقاء على صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر لمدة موسم واحد على الأقل، معتبراً أن خبراتهم الكبيرة ستكون ضرورية لاستقرار الفريق في المرحلة الانتقالية. محادثة صلاح الشخصية. ألونسو أبدى رغبته في التحدث شخصياً مع صلاح الذي أعلن رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك في محاولة لإقناعه بالبقاء لموسم إضافي على الأقل. الثقة في صلاح. المصادر تؤكد أن ألونسو يثق بشكل كبير في قدرات صلاح الكبيرة، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي هوغو إيتيكي في مباراة باريس سان جيرمان، والتي أثبتت أن صلاح لا يزال قادرا على تحمل المسؤولية في المباريات الكبيرة. ردود فعل إنجليزية. جيمي كاراغير أسطورة ليفربول: إذا كان ألونسو هو البديل فأنا مع القرار تماما. تشابي يعرف النادي ويعرف الجماهير ويعرف كرة القدم الحديثة، سيكون خيارا رائعا لليفربول، والأهم أنه يريد الاحتفاظ بصلاح، وهذا يدل على ذكائه. ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول: ألونسو أحد أذكى المدربين في جيله، أتمنى أن يحدث ذلك، وصلاح لا يزال قادرا على تقديم الكثير، وإقناعه بالبقاء سيكون صفقة بحد ذاتها. جماهير ليفربول على مواقع التواصل: إذا جاء ألونسو وأقنع صلاحا بالبقاء فسيكون ملكا لنا قبل أن يبدأ. رحيل سلوت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ألونسو هو المستقبل. الخلاصة: ليفربول قرر إقالة سلوت بعد سوء النتائج، وسيتم الإعلان رسميا نهاية الموسم. ألونسو هو الأقرب لخلافته، وهناك مفاوضات متقدمة بين الطرفين. ألونسو طلب البقاء على صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر لمدة موسم إضافي على الأقل. ألونسو يثق بشكل كبير في قدرات صلاح، ويريد التحدث معه شخصيا لإقناعه بالبقاء. الصفقة لم تحسم رسميا بعد، لكنها قريبة جدا حسب الصحف الإنجليزية.